ايه الاخبار؟ طيب تعالى وانت داخل كده اخبطنا لايك وشير. انا عارف ان الناس في رمضان مسيمه تمام، وقبل الفطار بتبقى في حاله بس الخبر ده لازم نعلق عليه ومش هينفع ينتظر لبعد الفطار، علشان ده يثبت ان كل ما قلناه زمان والحمد لله التمسك بالحق هو هو الحل. تمام، ايا كانت الغوغائيه والعشوائيه والكلام ده والاصوات العاليه والصراخ والقصص دي، لكن انك انت تفضل متمسك بالحق وما تعلمه. كل ازمه ولها بيك، وما تدخلش اللعبه دي افضل. روح حط فلوسك في ذهب، روح حط فلوسك في عقار، روح حط فلوسك في حاجه تانية، لكن العربيات مش استثمار. هذا كان كلام محمود خيري منذ بدايه الازمه. فسمعت كلامي، ما خسرتش، ما سمعتش كلامي ما خسرتش برضه. الف مبروك، جبت عربيه لاستخدامك الشخصي وما دخلش اللعبه الوقحه اللي كانوا بيدفعوا الناس ليها دي. ما خسرتش وكنا بنقول لك الف مبروك، لكن دخلت اللعبه اتاذيت، واتاذيت جامد جامد جامد. محدش ضرك لما نصحك، لكن حد ضرك لما ضلك. تمام، رغم كل الاباطيل اللي كانت عماله تتروج. اعمل شير كده واعمل لايك وانت بتتفرج. كل الاباطيل اللي كانت عماله تتروج ولا وده في زيادات وده التعريفه الجمركيه، واللي مارسنا دور برضه في كشف الاباطيل دي وشرحنا للناس بالورقه والقلم والمنطق ولعبه السوق والحسابات اللي احنا فاهمينها. ودي اهميه انك تتابع حد فاهم لعبه السوق كويس. تمام، وقلنا لكم، جبت لكم العربيات بالامثله. ده انا جبت لكم العربيات عربيه كمان، وقلت لك ايه فيهم بيدفع قيمه جمركيه وايه ما بيدفع، وانخفاض سعر العربيه الرسمي اللي هو الجمرك. اساسا مش كل سعر العربيه، ده الجمرك ده 67% على سعر العربيه من اللي موجود. انا بتكلم على الغالب الاعم اللي بيستخدموه المصريين ال 1600 يعني. لكن سعر العربيه نفسه اللي هو 100% من كل قيمه العربيه انخفض 30 جنيه وحاجه، و30 جنيه في الدولار الواحد. ايه يا عم، في ايه؟ تمام، فيعني حكينا قبل كده وشرحنا وادينا مثل يعني. فدي توازن دي. ده غير اساسا ان ثلاث ارباع العربيات اللي انتوا بتركبوها في مصر، وتلك هي المعلومه الحقيقيه، ما تدفعش جمارك مع فيها جمركيه. تمام. طب خد بقى المهم اللي انا عايز اقوله لك ده واعمل شير، لان الكلام ده مهم جدا عشان تواجههم بيه، لان الباقي هيكر وراه ولازم يكر وراه. ولو ما كرش ما هتعبرهوش. خلاص بقى، انت فلوسك في جيبك دلوقتي، وانت ايقنت اساسا ان اللي حصل والازمه الاقتصاديه اللي فاتت والكلام ده. يا عم عربيات ايه وخيابه ايه بقى؟ شوف انا بتاع عربيات اهو. خليك بقى في حالك بقى، شوف اكل عيشك بقى، شوف الكلام المحترم. اللي معاه عربيه يحافظ عليها، واللي معهوش عربيه ما تتورطش في اللعبه دي. دي مش تجاره. اشتري عربيه لاستهلاكك الشخصي، ما تدخلش في اللعبه دي، عشان انتوا كمان جزء بوظ السوق ده. النهارده توكيل سانج يانج وشابو، يعني نرفع القبعه. توكيل سانج يانج واحمد ابو خف ده محترم، انا بحبه يعني. بتاع ذوق كده يعني، انت عارف اللي هو الراجل ابن بلد. تمام، فانا بحب الحركات دي، بحبه يعني، بحب حركاته اللطيفه اللي بتطلع. رغم اختلافي في حاجات تانية يعني. انا طول عمري الناس عارفه ان انا صاحب مصيبه ان العربيه التيفولي ما بتجيش بي اس بي يعني. تمام، بثبات الكتروني. نختلف ونتفق، ما عنديش مشكله يعني. اشرك لك عربيه وانا اساسا صاحب نجاح التوريس، واعلي لك عربيه تانية، ما عنديش مشكله، بس تكون تستحق، ما نضللش الناس. اقول تيفولي لا واقول توريس ما عنديش مشكله. انا مش هقول حاجه تخالف ضميري، بس انا بحب حركات المعلمين. فهو عمل حركه معلمين الصراحه، وراجل بيفهم، راجل بتاع حسابات بيفهم. هبد العربيه السانج يانج توريس اللي ناجحه. العربيه دي انتشرت اكبر من السبورتاج يعني، والحمد لله نجاحها كان على ايدينا يعني. كنا اول من كان سبب نجاح العربيه دي، رغم الهبد والاشاعات والمش عارف ايه والكلام ده. هبد العربيه التوريس 300,000 جنيه عن الرسمي، عن الرسمي. هنا بقى يا خسارتك يا اللي لبست يا عيني، يا اللي سمعت كلامه. والله حاجه تحزن يعني. الواحد مش سعيد، الواحد بيشفق على الناس دي يا عيني. 300,000 جنيه نزل لسته رسميه دلوقتي. سيبك من التيفولي والاكس ال في والكلام ده، نزلوا يعني، بس سيبك منهم. التوريس بقت تبتدي من 1,750,000 بدل 2,050,000. غاليه لسه العربيات غاليه، انا معاك انا عارف. بس ادي 300,000 جنيه تخفيض رسمي في كل فئاتها. تخفيض يتراوح ما بين 200 و 300. تمام، بدل ما كانت العربيه وهقول لك مصيبه دلوقتي. شوف الجحود كانوا بيعملوا ايه الموزعين والمعارض، هحكي لك دلوقتي. بس خليك معايا كده واعمل شير، الكلام ده مهم قوي قوي قوي. سيبك يا عم من المسلسلات، ما تضيعش وقتك. بصلي بالليل واقرا وبتاع، بس اسمع الكلام المهم اللي يفيد جيبك. تمام. بص يا سيدي، التوريز بقت تنتهي عند، كانت الاول بتنتهي عند 2,590,000. تمام،
بقت بتنتهي عند 2,290، وبقت تبتدي من 1,750,000 تحت ال 2 مليون، بعد ما كانت بتبتدي، انا بقول لك رسمي مش اوفر باي، بتبتدي رسمي من 250. نزل 300,000 جنيه في فئات العربيه رسمي، لستة اسعار رسميه، تمام اهي، لستة اسعار رسميه عربيات اهي، تمام، انخفاض، تخفيضات. وكمان طلع واحد من الموزعين اللي بيحبوا الزياطه، يعني اللي كانوا اصحاب الاوفر برايس، يعني اول من التجار، يعني قال لك والعربيات عندي برسمي وبتاع ومش عارف ايه، مع ان هو قائد حمله الاوفر برايس يعني، تمام. فسيبك من الناس دي ما تهمناش، لكن انا يهمني ان في توكيل في مصر نزل رسمي اهو 300,000 جنيه، وده الكلام اللي قلناه زمان والله. هي العربيات هتنزل سعرها يا استاذ محمود؟ سيبك من الجهل يا حبيبي، ممكن ينزل سعرها. امتى يا استاذ محمود؟ لما حال العمله اللي فوجئنا بيه ده كله وتدهور، واللي هممنا انه ينزل عشان اكل وشرب وعشان ناس غلابه، لما ينزل، تمام، كنا بنقول كده، كانوا يقعدوا يضحكوا مفيش حاجه في مصر بتنزل يا استاذ محمود، انتوا بتشتغلوا الناس يا استاذ محمود، بطلوا بقى لبستوا الناس وبتاع. بتنزل، ونزلت في 2019، ونزلت قبل كده، ونزلت في 2008، بتنزل. وكانوا بيحرقوا كل سنه في اخر السنه بتنزل والله، بس بيضحكوا عليك يا عيني عشان انت غلبان وانت بتساعدهم في الكلام ده، تمام. ادي تخفيض رسمي 300,000 جنيه في سعر العربيه. العربيه دي بقى كانت بتتباع بكام؟ ب 3,100,000 من شهر. طريتك انا بقى لما قلت لك ما تدخلش اللعبه دي، انت مش تاجر، ما تدخلش اللعبه دي يا عم، انا بتاع عربيات، اقول لك ما تعكش في العربيات من اولها كده، اخلع لما الدنيا تهدى وبتاع، لو انت عايز عربيه تركبها ابقى اركب، جميل. انت مش تاجر، ما تلبسش. اللي لبسك بقى الشهر اللي فات، اللي خسرك 1,000,000 جنيه من جيبك، ده انت دفعت بجد. طب انت لما سمعت كلامي ما اتضحكش عليك في حاجه، انت رحت مثلا اشتريت ذهب، ادخرت فيه فلوسك، ملاذ امن في وسط ظل ازمه، فانا ما اذيتكش في حاجه، ما اضحكش عليك يعني، تمام. وبعدت عن العربيات، راجل كان عنده ضمير، قال لك ما فيش ولا عربيه في السوق تسوى سعرها، تمام، انا عندي ضمير. انما اللي لبسك بقى من شهر، وانت يا عيني كمان معاك مستعمله دلوقتي، يعني انسى انك تاخد فيها 200 دي، هتسيبها بقى لما الوكيل ينزل فيها 300 رسمي، انت هتسيبها بقى بمليون 800 مليون 700 بتاع مستعمل بقى. اللي لبسك بقى في 1,500,000 من شهر ده عمل فيك ايه؟ الموديلين دول اللي كنت بحاربهم كل يوم، وكانوا ما عندهمش حاجه يمسكوها عليا، الحمد لله طول عمرنا ناس نظيفه وسمعتنا نظيفه، فكانوا يشتموا وبالاهل ويدخلوا يعملوا روبورتات ويوقعوا صفحه بيدخل عليها ملايين ولا همني يعني. تمام. هفضل اقول وهفضل دايما اللي يمليه عليا ضميري، او اللي اشوف انه حق للناس يتقال، حتى لو في مجال انا يعني بعمل فيه جزء من عملي فيه، حاضر هفضل اقول الحق يعني، تمام. ادي تخفيض رسمي 300,000. 300,000. مفيش حاجه في مصر بتغلى وتنزل يا جهله. الجهله اللي كانوا بيروجوا للجهل، والجهل ده مش سب على فكره، ده اللهم اني صائم يعني، الجهل ده مش سب. يلا، شكرا، وكان معاكم محمود خالد.